اهلا بيك في وي ار جيكس. انا المهندس طارق عزام، وجاي من خلال قناتي وي ار جيكس انقل لكم الخبره اللي انا اكتسبتها في خلال 24 سنه في مجال السوفت وير ديفلوبمنت. المحاضره دي مخصصه لاي حد ستودنت، اي حد جونيور، او اي حد داخل المجال جديد وعايز يفهم الصوره الكامله للمجال. انا النهارده مش هتكلم في كود، بس ده مش معناه ان المحاضره مش مهمه. بالعكس، انا شايفها دي من اهم المحاضرات اللي موجوده في السلسله، عشان قبل ما نكتب كود احنا محتاجين نعرف الكود ده جه منين اصلا. لو انت لسه ما تعرفناش ممكن تدوس هنا اهو عشان تعرف اكتر عن وي ار جيكس، لكن لو انت عرفنا اوريدي يلا معايا عشان نبتدي الرحله. النهارده هنبتدي مع بعض رحله من اول لما العميل بيجي في دماغه الفكره او بيواجه البيزنس بتاعه مشكله، ولغايه لما بتتحول لسوفت وير برودكت حقيقي الناس بتشتغل عليه. في خلال الرحله ديت هنجاوب على اسئله مهمه. هنعرف السوفت وير ده اتعمل ليه، ايه المشكله اللي بيحلها، مين التيم اللي شغال وبيشارك في البناء بتاعه، ايه التولز اللي بيشتغلوا بيها، ايه الاوتبوت اللي كل واحد فيهم بيطلعه، وبيسلم مين. يعني ببساطه هنفهم السوفت وير برودكت ده بيتولد ازاي، بيكبر ازاي، وكل شخص في التيم بيساهم فيه ازاي. والاهم ان في نهايه المحاضره ديت هتبتدي تكتشف نفسك. شوف انت ميال للبيزنس، ولا انت حابب تبقى يو اي او يو اكس، او يمكن تكون حابب تبقى باك اند ديفلوبر او فرونت اند ديفلوبر او كيو سي، او لو انت بتحب التنظيم والبروسيس والحاجات ديت شايف نفسك سكرام ماستر.